كان في بيت قديم في حارة مهجورة، والناس كلها كانت بتقول إنه المكان ده ملعون. كان عنده قبو تحت الأرض، محدش كان بيدخل هناك عشان الكل كان بيحس بوجود حاجة غريبة. في يوم من الأيام قرر شاب اسمه كريم إنه يكتشف القبو ده. كريم كان عنده فضول كبير، ورغم تحذيرات صحابه نزل القبو في الليل. كان الظلام شديد وصوت خطواته كان هو الوحيد اللي بيتردد. فجأة حس بشيء غريب في الجو، هواء بارد وكأن في حد وراه. قلبه كان بيخبط بس استمر في النزول. لما وصل للقبو كان فيه رائحة غريبة، وكأن المكان مش مهجور بقاله سنين. الإضاءة كانت ضعيفة، وبدأ يشوف أشكال غريبة على الحائط زي الظلال بتحرك. وفجأة سمع صوت همسات، كأن في حد بيناديه. الصوت كان واضح: كريم تعال هنا. حس بالخوف بس فضوله كان أقوى. مشي نحو الصوت، وكل خطوة كانت بتزود الرعب جواه. لقى باب خشب قديم، باب غريب جدا. فتح الباب ولقى غرفة صغيرة مليانة بأغراض قديمة وصور لأشخاص ملامحهم مش واضحة. كان في صورة واحدة مميزة، ست كبيرة في السن، عيونها كانت مليانة حزن. كريم حس بشيء غريب، كأن الروح دي عاوزة تقول له حاجة. فجأة الإضاءة انقطعت وكل شيء بقى ظلام. سمع صراخ قوي وصوت الست بيقول: خدني معاك، أنا محبوسة هنا. بدأ يحس بالذعر وبدأ يجري نحو السلم، لكن السلم كان مش زي ما نزل عليه، وكأنه بيتغير. كل ما يجري كل ما يحس إن المكان بيزحف عليه. فجأة لقى نفسه راجع للغرفة تاني. دلوقتي الست كانت واقفة قدامه بملامح مخيفة وشعرها متسخ. عيونها كانت مليانة دموع بس كمان مليانة غضب. ليه جيت هنا؟ قالت: أنا محتاجة حريتي، أنت الوحيد اللي تقدر تساعدني. كريم كان مش قادر يتكلم، بس في قلبه كان حاسس إنه محتاج يساعدها. إزاي؟ سألها. خدني معاك لفوق، بس لازم توعدني إنك مش هتسيبني تاني. كرر الوعد، وبالفعل حس بقوة سحبت له، وفضل يجري وهو مش قادر يتوقف. أخيرا وصل للسلم وطلع. لما وصل لبره الشمس كانت طالعة، لكنه حس بشيء غريب جواه. روح الست كانت معاه وكأنها حست بحرية، بس كل ليلة كان بيسمع صوتها في أحلامه: كريم أنا هنا، محتاجة مساعدتك. كل يوم كان يحاول يساعدها، بس كل ما يحاول يشعر إنه في حاجة بتسحبه للقبو تاني، ولما يجرب ينسى الصوت كان بيرجع له. الناس في الحارة كانوا بيقولوا إنه هو كمان اتغير وبقى عايش في عالم تاني. مرت الأيام وكريم بقى مهووس بالمكان القديم. كل ما يسمع همسات كان بيرجع للقبو، بس كل مرة كان بيتحس إنه بيغرق في الظلام. وفي الآخر اختفى كريم ومحدش شافه تاني، والبيت بقى مهجور، بس الهمسات لسه موجودة في الهوا. والناس كل ما يعدوا من قدام البيت يحسوا بحضور كريم والست اللي